السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وما ينقصكم حتى شي خير وربي يرزقكم الرزق الكثير. هاد الكيكه ديال جوج طبقات كتجي البنات واعره، لا في المنظر ولا في المذاق، سهله في التحضير وكتعجب الكبير والصغير. في واحد الاناء كنجيب 4 البيضات، كندير قبيصه د الملحه، كندير كاس ديال 200 غرام ديال السكر سنيده، كندير ساشيه ديال الفاني وكنخلط مزيان. من بعد كنزيد كاس لارب ديال الزيت، كنخلط الكل وكنزيد كاس ديال الحليب، كنبقى نزيد الطحين مغربل تدريجيا شويه بشويه، وكنزيد معاه كاس ديال بودره الكاكاو. خصني الخليط والقوام يكون هو القوام ديال الكيكه العاديه. هاد ساشيه ديال الخميره كنزيدها حتى الاخر، باش كنزيد عليها معلقه ديال الخل باش الكيكه كتجيني مهويه وكتجي منفوخه. هاد القوام هو ديال الكيكه اللي خصني نحصل عليه. كنجيب 2 معلقات ديال الشوكولاط ديال الدهن، اي شوكولاط كان عندكم، سواء نوتيلا ولا اي شوكولاط بغيتو، لان هاد الشوكولاط كيخلي الكيكه كتجي معلكه وكتجي لذيذه. كنخلط كلشي مزيان، كنخوي الخليط في المول ديالي اللي دهنته بالزبده وبالطحين، وكنديرهم في الفران لمده ديال 160 درجه. الفران كيخصو يكون بارد. هانتوما الكيكه راه كتجي سهله. هنا غادي نوجد الفلان، كندير طرو ديال الحليب، كندير فيه 2 شاشيات ديال الفلان ديال الشوكولاط، وكنخلط مزيان قبل بواحد شويه د الحليب. من بعد كنكمل الحليب وكنديرهم فوق النار. كنزيد طابليط ديال الشوكولاط، اي شوكولاط بغيتو، وكنجي نزيد 2 معلقات صغار ديال النشا، كنخلطهم بشويه د الماء وكنزيدهم على الخليط ونخليهم يطيبوا مع التحريك المستمر باش ما يلصقلياش الفلان. كندهن المول اللي كنكون غسلته، كندهنه مزيان بالزيت وكنخوي فيه هذاك الخليط. ها هو الخليط البنات راه كيجي على هذا القوام هذا. كنزيدوا شويه السكر لان هذا الفلان راه مسوس، الا كان محلو بلاش. كنخوي الخليط في المول وكندير الكيكه وكنبرك عليها وكنتقل عليها بشي تفصيل باش ما تطلعش، لان خصها تكون هابطه وتشد الفورمه ديال هذاك المول. كنخليها 24 ساعه في الثلاجه، بعد كنخرجها كنحصل على هاد الفورمه هذه وكنزينها باي طريقه بغيت. ها انتم كتشوفوا الطريقه كي كتجي وكيفاش كيجيو المرصويات ديالها، كتقطع بسهوله. داك الفلان كيكون شاد وكتجي لذيذه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم خليو لي تعاليقكم الزوينه بحال دائما. شكرا لكم بزاف البنات اللي على خطيكم.